طبعا اقل جنسيه الواحد بيشوفها هنا في استراليا هي الجنسيه المصريه. يعني نادرا تبقى ماشي في الشارع مثلا وتلاقي ايه مثلا واحد مصري تشوفه تعرف على طول انت يعني بنعرفهم من شكلهم. بس ان شاء الله في القناه هنحاول ان احنا ايه نصر يعني ان احنا نجيب مصريين على قد ما نقدر. في واحد لازق فيا. excuse me, can you just sit to the side a little bit please؟ نعم. عايز انزاح. بيقول لي نزاح. انت اسكندراني يا ابني ولا ايه؟ طيب في معانا واحد مصري هنا يا جماعه النهارده، فان شاء الله ايه هيجي لكم بقصه كفاح. باشمهندس ايهاب معانا. مساء الفل يا معلم حبيبي، يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معانا مهندس ايهاب، لقيته في الشارع كده بس هو طبعا بهزر. يعني الراجل ما شاء الله اول ما وصل استراليا جه وكلمني على طول وفاجئني بمشواره الجميل. هو اساسا جه استراليا ازاي، وقصه بصراحه. يعني لو كان ساب لي في التعليقات كان ممكن اسيب له تعليق اقول له ما فيش امل انك تيجي هنا، لان هو جاي على فيزا دراسه ومنحه كامله. هو مش من المتفوقين اساسا، هو مهندس يعني، هو حتى مش متفوق ولا اي حاجه، عشان الناس اللي معتقده زي حالاتي ان هي الموضوع لازم يكون منحه، لازم تكون المتفوقين. يعني انا بالنسبه لي انا كنت متخيل ان هو ده الوضع. وقدم وجاله قبول من جامعه وقدم على الفيزا واترفض، عشان تبقى فاهمين. يعني دي قصه جميله خالص. وبعد ما اترفض ما فقدش الامل ورجع قدم تاني وما شاء الله جاله قبول من جامعه تانية، والحمد لله في الاخير قدر انه ياخد الفيزا. ومش بس كده، الجميل كمان اللي هيقوله لكم ان كمان الفيزا ليها حق العمل بدوام كامل. ففي حاجات مميزات مفاجآت بصراحه ليا انا قبل اي حد كمان. انا زي ما قلت لكم انا بتعلم في القناه دي قبل اي حد. فهو بقى يحكي لكم ايه رحلته وصل هنا ازاي، واسيبه ايه نبتدي هو يقول لكم شويه معلومات عن نفسه وانطلق. الله يخليك. هو زي ما حضرتك ما قلت انا خريج هندسه اسكندريه قسم عماره وتشييد. وطبعا يعني ما زي شباب كتير وعايز برضه اشوف موضوع الهجره والكلام ده كله، فلقيت استراليا هي اوبشن مناسب وشفت فيديوهات حضرتك وكده. ايوه. فبدات اشوف هل تراك الهجره ده هيناسبني. اكتشفت ان هو محتاج، مش هقدر اجمع نقط كفايه. فايه الطريق البديل؟ طريق الدراسه. طيب طريق الدراسه محتاج ايه؟ محتاج فلوس اكتر حاجه. تمام. طيب في ناس كتير بتقول منحه منحه منحه، ازاي بقى اخد منحه؟ دي حته ما لقيتش بقى حد بيتكلم عنها بصراحه. بس اهو حاولت مع الجوجل بقى واتشقلطت وكده والحمد لله ربنا انت خريج وفقني. جامعه الاول؟ هندسه اسكندريه. تمام. ودفعه كام؟ دفعه 22. 2022. يعني شاب لسه جديد، ما عندكش خبره الا سنتين بس. مظبوط. تمام. وما يعتبر ما عنديش خبره، يعتبر ما عنديش خبره كمان. ودخلت جيش كمان؟ دخلت الجيش. ودخل جيش كمان، علشان برضه الناس اللي هي ايه بتحس ان دخولها الجيش دوت كده خسرت الحياه كده اتدمرت يعني. تمام. مزبوط. احكي بقى البدايه ازاي التقديمه الاولانيه وعملت ايه. انا بدات ادور ايه طيب عشان دراسه اعمل ايه. فقالوا لازم تروح لوكيل دراسه هو اللي يساعدك. فروحت كلمت وكيل دراسه. طبعا وكلاء الدراسه ده بيساعدك تدرس في اي حته، مش لازم استراليا. طيب يا جماعه انا عايز اخد منحه كامله. قالوا لك لا، احنا وكلاء الدراسه مش بنساعدك تاخد منحه كامله. احنا ممكن نجيب لك يعني لو هيجيب لك خصم، لانه مش هيستفيد منك بحاجه. بالظبط. هو وكيل الدراسه ده اي نعم مش بياخد منك فلوس، بس هو بياخد فلوس من الفلوس اللي انت بتدفعها. بالظبط كوميشن من الجامعه. يعني مش معنى كده ان هم وحشين، ده لا بالعكس، ده محترمين جدا وبيساعدوك كتير جدا يعني. فانا جيت عن طريق في الاخر اللي ساعدني برضو في الاخر كان وكيل دراسه يعني. هنوصل للنقطه دي، بس تمام. ماشي. فطيب انا عايز اخد منحه، فوكيل الدراسه مش هيساعدك. عشان تاخد منحه انت لازم تجيب قبول ومنحه من الجامعه بنفسك. طيب تمام. الجامعه بقى هتديك منحه ليه؟ في لو انت عايز تيجي على دراسه ماجستير، كلموا ماما. لو عايز تيجي على دراسه ماجستير او يعني ماجستير، اغلب الناس اللي عايزه تيجي على دراسه ماجستير هو اللي بيبقى بعد الباتشلر، هو اللي بعد البكالوريوس بيبقى ماجستير. ف بيبقى الماجستير متقسم لنوعين. ماجستير كورس وورك اللي هو ماجستير دراسي، وماجستير ريسيرش ماجستير بحثي. تمام. ففرصتك بتزيد كتير جدا للمنحه لو انت جاي تعمل ماجستير بحثي. ماجستير وده كمان ماجستير بحثي ده في مميزات غير بس المنحه، ان هو يديك فرصه انك تاخد منحه، بيديك فول تايم انك تشتغل دوام كامل، حق انك تشتغل دوام كامل، وبيديك حق لو انت هتقدم على فيزا الخريج اللي هي 485 بيديك حق ان انت تاخدها 3 سنين. انما لو انت عامل ماجستير اللي هو ماجستير دراسي بس كورس وورك بتاخد فيزا الخريج 2 2.
طبعا دي ميزه قويه يعني. ده غير كده كمان ان هو برضو انت اللي جاي يعمل ماجستير هنا درس او باتشلر او دكتوراه بياخد نقط زياده لما يجي يقدم على الهجره. البحث الحاجات اللي فيها ابحاث سواء دكتوراه او ماجستير بحث بتدي نقط اكتر. تمام. وطبعا لو جاي مكان ريجونال اللي هو المناطق البعيده شويه بتاخد نقط اكتر كمان. تمام. فبدات بقى من هنا بدات ادور ازاي طيب اعمل ماجستير بحثي. ما كنتش اعرف حاجه خالص. ازاي اعمل ماجستير بحثي؟ اشوف على جوجل، اسال تشات جي بي تي، من هنا لهنا. طب فهمت يعني ايه ماجستير بحثي. طيب اكلم بدات بقى خلاص اعرف خلاص انا عشان اعمل ماجستير بحثي لازم مشرف يشرف على البحث بتاعي او يوافق يشرف على البحث بتاعي. طيب البحث بتاعك دوت انت لازم يا اما يكون عندك بروجكت انت بحث، انت بروجكت خاص بيك، مشروع انت بحث عايز تعمله، او الجامعه يكون عندها هي بحث او بروجكت شغال عليه وانت يكون عندك خبره في الحته اللي هي بتبحث فيها ديت. وتقدم انت بقى تبدا تراسل الجامعه وكده، وهو بقى بالنسبه لهم انت تبقى شخص مطلوب لان هم عايزين يبحثوا في حته معينه وعايزين خبرات، فيطلبوك فتروح تاخد منها وتروح تشتغل تبحث على طول. لكن انا ما عنديش خبره في حاجه، فيبقى احسن حاجه ان انا اعمل مشروع خاص بيا. طيب انا خريج هندسه عماره وتشييد، بدات اشوف ايه الحاجات اللي مطلوبه او ايه الحاجات اللي ممكن يبقى ليها سوق وتبقى يعني هوت توبكس كده في النهايه البحث، يعني تبقى حاجه عشان نبحث فيها تكون يعني حاجه جديده، وحاجه لما اجي ابعت للجامعات او اجي ابعت للناس المشرفين تبقى حاجه بالنسبه لهم مثيره للاهتمام يعني. فعملت بروجكت كده برضو، دخلت كتبت على جوجل ازاي اعمل البروجكت، ازاي اعمل اللي هو مقترح بحثي والكلام ده كله. عملت بروجكت خاص بالحاجه اللي هي كونستراكشن مانجمنت، اداره المشروعات، وبدات ابعته طبعا مع السي في بتاعي للمشرفين هنا في استراليا في كل الجامعات. اخش على كل جامعه، عملت اكسل شيت وكل جامعه اكتبها واكتب كل المشرفين فيها والدكاتره اللي فيها اللي ممكن يبقى عندهم اهتمام يشرفوا على حاجه شبه كده وبس، وابعت لهم واحد واحد كل يوم كده. ابعت لي مثلا 10 15 ايميل. تمام. طبعا كل واحد ببعت له مره واحده برضه عشان ما يبقاش ما يعمليش بلوك او كده يعني. بتواصل انت دلوقتي بتتواصل مع كل السوبرفايزر يعني، بتبدا كل يوم تصحى من النوم كده تلبس القميص من فوق ومش مهم لا من تحت، ببعت ايميلات بس، وتفضل تبعت ايميلات طول اليوم. ببعت ايميلات بس. مش بخش اكلمهم يعني، انا ببعت ايميلات. لا انا بهزر. انا اصلا كنت بعمل كده لما بقدم على شغل اللي هو بصحى كأن انا رايح دوام، او اللي هو انا البس من فوق مش مهم لما دكتور يقول لي تعالى نعمل ميتنج كنت بعمل كده فعلا. وكنت بعمل ميتنجز كمان، كان في دكاتره يردوا عليا وانا في الجيش. كنت اعمل حوارات بقى عشان انا عايز اعمل ميتنج. طيب هو مديني ميعاد وانا في الجيش، مش هينفع اقول له ده واحد دكتور في جامعه كذا هقول له لا مش مناسب معايا. بس الجميل ان انت والجميل ان هو ما انتظرش ان الجيش يخلص مثلا عادي، لا خليه هو يعني ان هو ما انتظرش ان الجيش يخلص، ان هو على طول عنده خطه، عنده هدف انه يحققه، وان انت اشتغلت عليه من اول يوم حتى من وانت في الجيش وانت شغال عليه. المهم بدات لما توصلت من 400 عندك في الليسته بتاعتك اللي رد عليك كم واحد منهم؟ انا معلش بس في بوينت انا نسيت اقولها، حاجه انا لازم من اهم حاجه واول حاجه انا عملتها طبعا هو ان التقديم على اي جامعه بيحتاج شهاده انجليزي ايلتس. تمام. مش بي تي اي كمان، يعني ايلتس واسمه ايلتس اكاديميك. الاكاديميك تمام. فده بيبقى اصعب شويه، فانت لا يعني خطوه رقم 1 الانجليزي طبعا. كلمهم بقول لك خطوه رقم 1 تجيب درجه سكور كويس في الايلتس 7.5 ساعتها بتقدر تشتغل بعدها. مش هتقدر تعمل كده يبقى المنحه والكلام ده مش ليك يا معلم. لا تشتغل على الانجليزي يعني تجيب خطوه رقم 1. قلنا ما هو ما فيش حاجه بتيجي بدون مقابل يعني. انت راجل بتقول المجهود اللي انت عملته النهارده يعني. انت مش جاي تقول انا مش جايين نبيع الوهم كالعاده في الفيديوهات، مش جاي هو جاي بيقول لك المجهود اللي عمله ايه. مظبوط. انا طبعا انت لو واحد ماديا مستريح وتقدر تقدم على ماجستير اللي هو الدراسي، تيجي تدرس مواد وتمتحن فيها عادي وتاخد منها مثلا 15 20% بدل منحه كامله، اسهل لك واسرع لك لو انت يعني. بس هو الموضوع بيكون اصعب، فيبقى احسن لو انت يعني الطريق اللي انت جيت عليه احسن. الميزه كمان اللي انت لسه هتذكرها بعد موضوع اللي هو حق العمل اللي بتداوم كامل. دي ممتازه. انت تقدر تحوش فلوس اساسا. مظبوط. وكمان هنا بتاخد مميزات كطالب، بتاخد مميزات كتير، بتاخد خصومات على حاجات في المواصلات العامه بتاخد عليها خصومات، الكلام ده كله يعني. فالطالب هنا ليه اولويه في حاجات كتير يعني.
بس فبدات بقى ابعت اعمل ليست وبشوف الجامعات هنا واقدم جامعه واثنين وثلاثه واتواصل مع دكاتره واللي يردوا واللي طبعا اغلبيه كتير جدا ما بيردوش. يعني مثلا وسط مثلا انا بعت 400 ايميل على مدار سنه، ممكن يكون رد عليا مثلا مش اكتر من 15 20 واحد. فبس طبعا اللي بيرد عليا برد عليه، بنعمل ميتنج خلاص. من ورا بقى ما عملت مع ميتنج، يا اما بقى هو بقى ده بيبقى ده الفيصل اللي هو الميتنج ده، هنعمل فيديو ميتنج، يا اما بقى انا ابان كويس، ابان فاهم انا بعمل ايه، ابان انا عارف عندي هدف، ابان كوميونيكيشن واللانجوج بتاع اللغه الانجليزي بتاعي كويس. دي مهمه طبعا. يا اما ممكن ما توفقش، وفي ميتنجز انا عملتها ما توفقتش فيها، توتر كده وبتاخد خبره منها برضه بالظبط. وكمان حتى الناس هنا في الدكاتره هنا بصراحه بيساعدوا، يعني ممكن يديني نصايح احسن كذا اطور كذا، يقول لي لا انت لازم توضح الحته دي اكتر، فبيساعدني في اللي بعده برضه. لحد ما توفقت وخدت هنا، ما اتواصلت مع دكتور وقدمت على الجامعه وساعدني ان انا اخد منحه. هو بقى الدكتور بيبتدي يوجهك، يعني انت لو مشرف خلاص وافق عليك ان انت هيشتغل معاك، هو بيبتدي يوجهك يقول لك قدم على الجامعه او قدم على المنحه الفلانيه، او ممكن يكون هو معاه فند، معاه فلوس اصلا، يقول لك تمام انا معايا مش هتدفع انت فلوس. فهو بقى بيبتدي يوجهك. قدمت وجالي منحه من جامعه هنا اسمها بوند، تمام. وبعدها قدمت الجامعه اللي انا صورت من عندها بالظبط. مظبوط. احنا بنتكلم احنا 5 دقايق منها مظبوط. ف للاسف بقى كان برضو قله خبره شويه مني وانا بقدم على الفيزا، ولا والاسباب برضو تانية، يعني الفيزا اترفضت اول مره. ايه الاسباب التانية دي؟ من نقط مهمه دي. هو يعني اسباب يعني مش عايز، كنتش حابب اقول، بس هي اسباب سببها اغلبا ان انت بتقدم من مصر. لا بص، هو ده لا يعيب مصر في شيء، يعني ده ظروف بلد او ظروف اقتصاديه، ما اظنش ان ده حاجه تعيب في مصر يعني. هو بس في التوقيت اللي هو انت بتقول كان في بالنسبه للدولار كانت انهيار الجنيه شويه، وكمان كان لسه القوانين بتاعه الفيزا الدراسه كانت لسه متغيره بالظبط. كانوا مطلعين اللي هو جي اس اسسمنت بدل بس انا عايز اقول لك على حاجه يا ايهاب. انا شايف ان السبب الاهم انك اترفضت انك ما قدمتش عن طريق محامي. مظبوط. ودي اهم من موضوع مصر، لان هنقول بعد كده، لان بعد كده مصر اتقبلت. صح مظبوط. فهي مصر مالهاش علاقه بالموضوع. مزبوط. انا اتفق معاك في دي. هو الراجل اللي اللي بيجي بيرفضك ده، عشان يرفضك لازم بيكتب دوكيمنت والاسباب واضحه. لو انت سبت له ثغرات ان هو يكتب اسباب، هيعمل كده وهيرفضك. لكن لو انت ما سبتلوش اي حاجه ومقدم مع حد محترف فعلا، خلاص مش هيقدر يرفضك. انت الفيزا الاولانيه قدمت عن مين؟ عن طريق مين اللي توافق؟ انا كنت مقدم مع اي دي بي. مش لوحدي، كنت مقدم مع وكيل دراسه في مصر. وكيل دراسه في مصر. في مصر اوكي. هو مرخص من استراليا ومن الجامعه اللي كان وكيل دراسه في مصر، وهو لازم طبعا بس يعني مش برضه مش لازم يكون، يعني ممكن يكون وكيل الدراسه كويس، بس يعني ممكن يكون انا حظي. مش محامي هجره برضه، هو مش وكيل الدراسه ده احسن حاجه ان هو يساعدك في ان انت تاخد قبول من جامعه، من القبول من الجامعه. مظبوط. لكن كيجي الفيزا حاجات الحكومه وكده، المحامي بقى طبعا محترف اكتر، محتاج محامي فعلا، محامي هجره. مظبوط. بس عشان الناس تفهم ليه الاسباب، لان انا دايما بنصح دايما موضوع ان انت المحامي هياخد فلوس بس هيوفر عليك، هيبقى بنسبه قليله جدا الموضوع. ده اهم الحتت حضرتك اللي بتقولها دي، اهم بقى من طبعا كل ده صعب انك الانجليزي والكلام ده كله، بس الحاجات دي اهم، لان انت لما بتترفض بيبقى الموضوع صعب، وانت بقى ضيعت وقت وفلوس وكل بقى كله بينهار، والتحطم الامان. فبس خليني اقول لك ان هو لو جالي بقى دلوقتي، هو لو كان كلمني وبعت لي تعليق وقال لي انا اترفضت، ايه الامل ان انا اقدم تاني وقتها؟ كنت اقول له يا ابني ايه، انسى استراليا. ده اللي حصل والحمد لله انه ما سالنيش. لا وده اللي حصل. انا كلمت بعدها وكلاء، عشان انا كنت عايز استراليا بصراحه. كلمت بقى وكلاء دراسه بعدها برضو كده، كله قال لي لا انت اترفضت مره، صعب قوي يجي لك قبول تاني من الجامعه. ليه؟ لان الجامعه لما بيجي لها تقبل حد وبعدين بياخد رفض، ده زي ما تقول ايه، مش حلوه في حق الجامعه. الجامعه هنا، الجامعات هنا ليها 3 ليفلات كده، فالجامعه بتنزل على اساس عدد الرفض اللي بيجي لها من على الفيز. تمام. فلما بتلاقي واحد جاي له رفض، وخصوصا دوله مثلا شبه من الميدل ايست مثلا او كده، ممكن ما تبقاش حابه ان هي تقبله يعني. لان في ناس كتير بتقدم، هو مش مضطر يعني. بالظبط. طب خلاص الوفد حصل، عملت ايه بقى بعد كده؟ يعني بعد كده الخطوه اللي بعد كده ايه؟ الخطوه اللي بعد كده بعد الاحباط قعدت بقى زي ما قعدت اشوف هل يعني الناس بقى كله بدا ايه تقول لي اقفلها كده في وشي شويه، يقول لي لا صعب تلاقي قبول تاني. فقلت طب هشوف امريكا، اشوف انجلترا، اشوف المانيا، مش عارف ايه. قلت لا طب انا هجرب في استراليا ايه مره كمان.
وبدات ابعت للسوبرفايزرز تاني، يعني بدات اكمل في الليست بتاعتي زي ما انا شغال. وبرضو بدات اشوف اوبشنز تانية، بس كان التركيز الاكتر ان انا لا عايز استنزف كل المحاولات كده لحد ما افقد الامل خالص في استراليا. مثابره. يعني هل قلت اشوف ايه، هل لان كده عشان برضو ميزه مهمه جدا، لو انت عايز تقدم على الجامعات في استراليا التقديم ببلاش. التقديم على الجامعات، اغلب الجامعات في استراليا مش كله، التقديم ببلاش. لكن اغلب الجامعات في امريكا او في دول تانية بيبقى التقديم نفسه بفلوس. التقديم نفسه مهم قوي على فكره، اول مره برضه التقديم نفسه على جامعه في امريكا ممكن يبقى ب$80 مثلا $90. لكن انت مبلغ يعني. لكن التقديم هنا في قدمت على كام جامعه هنا في استراليا؟ انا عايز اقول لك تقريبا مفيش جامعه في استراليا انا ما قدمتش عليها. 100 10 لا لا اقل من كده، ممكن مثلا 20 مثلا. ما لو 20 في $100 ده ب $2000 كده. مظبوط ولا الواحد اخر اليوم. طيب تمام. فالمهم انت ايه، فكملت تقديم؟ كملت ابعت، مش انا بقى ما كنتش بقدم، انا ببعت بقى، بخش على الجامعه وابعت للدكاتره. تمام. انا عايز اسالك سؤال. انت تواصلت مع مهندس ابراهيم اللي انا جبته على القناه هنا؟ مظبوط. قال لك ايه ساعتها؟ بعد ما اترفضت اول مره كلمت حضرتك، كنت منزل فيديو هنا مع شخص محترم جدا برضه وكيل دراسه مهندس ابراهيم، كلمته. هو بجد حقيقي قمه في الاحترام. اول حاجه هو ايه، قال لي انت عشان خدت رفض اول مره، انك تاخد قبول تاني من جامعه ده هيبقى صعب شويه. هيبقى صعب شويه ولا مستحيل؟ قال لك ايه بامانه؟ هو قال لي ان هو انت حاول، لكن هم بيبقى اللي انت حاول بنفسك انك تجيب من الجامعه، من جامعه تانية. لكن هو بالنسبه له بيبقى صعب. تمام. لكن هو كمان اداني بصراحه نصائح هجره عموما. يعني اداني كونسلتيشن وخلاني اكلم محامي، لان ده اساسا هنا بيتعمل بفلوس $300 اقل حاجه. هو عمل لي كونسلتيشن وخلاني اكلم واحد واداني نصائح ببلاش، وقال لي تراكات تانية وكده، وقال لي قدرت تجيب قبول من جامعه، تعالى لي يا معلم وما تشغلش بالك في موضوع الفيزا وكده. تمام. اوكي. وده اللي حصل. قعدت اتواصل مع سوبرفايزر لحد ما الحمد مع مشرفين، يعني لحد ما برضو تواصلت مع واحد وعملنا ميتنج وكده وخلاص اتفقنا، وهو شاف ان انا كويس وممكن نشتغل مع بعض وبس. وهنا توفقت بقى، وهو ساعدني ان انا اخد منحه من الجامعه. جامعه اسمها ساذرن كروس. في كولنجاتا هنا برضه في ناحيه الجولد كوست. كان ما انا عايش، عشان كده قدرت ان انا اقابله الحمد لله. تمام. فجالك القبول من الجامعه، بعد كده عملت ايه؟ اول ما جالي قبول من الجامعه كلمت ابراهيم بقى. رحت لابراهيم المره دي، قلت له بص بقى انت معاك فول الثقه كامله بقى، تعامل قول لي انا من ايدك دي لايدك دي. فانت دلوقتي في المهمه ازاي انك تاخد فيزا بعد ما اترفضت. عمل ايه بقى؟ بس برضه هقول حاجه كمان، نقطه تانية علشان احنا بنتكلم عن المنحه كامله. برضه في هنا اللي هو living expenses اللي انت عشان تيجي تدرس هنا وتاخد فيزا دراسه لازم يبقى معاك مصاريف المعيشه لمده سنه. فمصاريف المعيشه دي هم حاليا حاسبينها انها $32,000 استرالي. طبعا انت مش الفلوس دي انت مش هتدفعها، انت بس هتجيب ما يثبت ان معاك الفلوس دي. مظبوط. اللي هو حساب بنكي او بتاع من هنا عمك خالك يحط لك فلوس في البنك، الكلام ده دوت ايه. $32,000 استرالي يعني حوالي $20,000 امريكي. مظبوط. عشان برضه واضحين، يعني $20,000 امريكي بنتكلم في حوالي نص مليون ولا كام؟ احنا بنتكلم في كام؟ $20,000 ده مليون دلوقتي، مليون مصري مش كده تقريبا، يعني تمن عربيه، يعني مش حاجه كبيره يعني. بس يعني كل ده لازم برضو حضرتك تبقى عارف ان هو انت هتيجي هنا هتغير حياتك. انت مش هتاخدهم اساسا، انت في الاخر مش هتصرفهم يعني. هم مظبوط في الحساب في البنك. انت لو يعني انت جاي النهارده على منحه كامله بدوام كامل تقدر انك تحوش قيمه الكورس بتاع فلوسك مصاريفك كلها يعني انت تقدر تصرف من الاخر، تقدر تصرف الطيران وبرضه اول شهر هنا بس كده شويه تبقى جايب الفلوس دي، وبعدين انت تقدر تلاقي شغل على طول. انت اشتغلت على طول الحمد لله؟ على طول الحمد لله. بعد كام يوم؟ بعد يعني ما فيش 5-6 ايام. شغل كاجوال مش مهندس ولا حاجه. بس مش هنا ما فيش عيب، الشغل مش عيب يعني اي حاجه. والعائد كده ما بيفرقش كمان يعني. والله مش هيفرق يعني. المهندس اساسا اللي عامل ما بيفرقش يعني. العائد ما بيفرقش ممتاز يعني. اوكي. بس انا عايزك قول بقى اللي هو الجزء بتاع ابراهيم وازاي قدر ان هو المحامي عمل لك ايه بالظبط. كلمت بقى ابراهيم، وهو طبعا بقى من خلاله هو بيتعامل مع محامي هنا. هو طبعا المحامي ده يعني انا اكتشفت بقى ان انا اول مره يعني وضح لي بقى العيوب اللي انا كنت عاملها اول مره في الفيزا. هو بقى قعد يطلب مني حاجات كتير جدا، وعايز اقول لحضرتك ان انا كنت مجهز يعتبر، يعني كنت مقدم قبل كده فورقي جاهز. عايز اقول لك ان الحاجات اللي طلبها مني وكده قعدت شهر اجهز فيها. ورق شهر مع انك كنت مقدم قبل كده. مع اني مقدم قبل كده ورقي جاهز. ورق وترجمه ورق ونعمل كذا. مثلا انا مكتوب لي في الباسبور مهنه معينه، قال لي لا ده انت لازم تجيب ما يثبت
كل حاجه بقى. غير. وقعد يقول لي افكار، يعني قال لي مثلا ايه، قال لي انت مقدم على انت جاي تعمل ماجستير بحث في مجال الكونستراكشن مانجمنت، فقال لي ممكن تجيب شغلانات على مثلا على لينكد ان مطلوبه، وعلى انديد، وعلى المواقع ديت، المواقع اللي هي بتاعه التوظيف في الميدل ايست، المكان اللي انت عايش فيه، تجيب شغلانات مطلوبه في المجال ده، بحيث ان هو يبقى وانا بقدم ده المجال بتاعي ده مطلوب، ده انا الشهاده دي هتنفعني. مظبوط. وطلب مني بقى ورق وكذا، وقعدنا مجرد تظبيط ورق. مش هنخش بالتفاصيل لان ده ما يلزمش الناس، بس اللي انت تقدر تفهمه اللي بنحاول نقوله ان انت لو دخلت مع محامي هجره ويكون محامي هجره شاطر، هو اي محامي معتمد بيكون ان شاء الله شاطر يعني، بيقدر ان هو ايه يساعد، بياخد فلوس وبياخد مقابل، بس المقابل دوت بيكون مقابله ان انت بتيجي هنا. يعني شوف انت خسرت قد ايه من المره الاولانيه. مزبوط. كان زمانك مزبوط. مثلا، بس الحمد لله على كل شيء. خصوصا فلوس الفيزا دلوقتي بتاعت الدراسه كمان زادت. انت كنت دفعت ثمن اللي خسرت فلوس الفيزا المره الاولانيه؟ كان كام قيمتها؟ هو كان في اول مره تقريبا كان حوالي $450. في $450 ده دلوقتي بقت 1600 بقى. $1600. فانت متخيل انك يعني حتى لو والمحامي خد منك تقريبا حوالي $2000. بياخد 1000 اللي انا اتعاملت معاه، يعني كل المحامي ليه نظام، بس المحامي اللي انا اتعاملت معاه بياخد 1000 اللي هو من خلال ابراهيم، بياخد 1000 قبل التقديم، وال1000 الثاني بعد القبول. هو على فكره انا دي بوينت بصراحه. انا قدمت مثلا لزوجتي مثلا فيزة الجواز مع محاميين وكلام من ده، والناس اللي جم على القناه قبل كده قدموا فيه، منهم اللي قدم فيز لجوء عن طريق محاميين، واكتشفت في الاخر ان المحامي فعلا اللي عند ابراهيم اسعاره قليله جدا مقارنه وبعدين بياخد نص الفلوس بعد القبول. ايوه مش بعد النتيجه، يعني لو في رفض خلاص مش هياخد الفلوس بالظبط كده. طب ده جميل ممتاز. اللي بيقلل شويه من لا، وبيديك ثقه شويه ان هو بيشتغل بضمير، علشان هو بصراحه اللي انا شفته منه لحد دلوقتي، لان انا بعت له لكن الناس كتير استفسروا منه، كان راجل محترم قوي بامانه، يعني منتهى الامانه. هو صيني، والصينيين هو صيني هو ده الغريب برضه انا يعني، بس لا ما شاء الله عليه. انا مبسوط ان انت في الاخر جيت، يعني هو الفكره ان انت بالذات ان فعلا فرصه ان واحد يجي له رفض كان ممكن تقول لي المده من الرفض الاولاني للقبول كانت قد ايه؟ يعني انت جالك النهارده رفض، قدمت تاني بعد قد ايه؟ انا اترفضت في تقريبا شهر 5 سنة كام؟ 2024. قدمت تاني على شهر مثلا 11، يعني حوالي 6 شهور مثلا. والقبول جه ما تاخرش، يعني 20-25 يوم كنت اتقبلت. طب ممتاز الحمد لله. فده بيدي امل للناس اللي قبل كده اترفضت، بس يعني برضه خلي بالكم، يعني الرفض او القبول ما يغنيش ان انت اهم حاجه ان انت تكون مجتهد، وان انت ما تكونش بتهنبك، يعني من الاخر ان انت تكون مجتهد ومقدم اللي عليك وعامل كل حاجه عليك فعلا يعني. بس والباقي كله طبعا على ربنا، وزي ما قلنا فعلا خطوه المحامي بتعمل فرق كبير. اكيد. تمام. خدت الفيزا في يوم ايه؟ خدت فيزا مش فاكر التاريخ بالظبط، بس يعني انا كنت فاكر التاريخ ده اكتر من اي يوم تاني، يعني انا مش قادر افهم. ماشي. انا جات لي بقى الفيزا يوميها، طبعا قلت للحاج طبعا بقى، لان هو كان بيوجهني وكده، وفرحت ومش عارف ايه، وشفت ارخص طياره ارخص طياره بعدها باسبوعين، وجيت على طول. امتى الدراسه بتاعتك؟ ورسمي هتبدا يوم 1 مارس ان شاء الله. 1 مارس. بقالك قد ايه هنا كده؟ انا بقالي زي اسبوعين ونص كده. هو ما صدق خد الفيزا جه بقى قاعد هنا يا دوبك تظبيط ظبطت اموري هناك، ولميت شنطي وحاجتي انت عارف انت العامل المشترك بينك وبين كل الناس اللي انا قابلتهم جم هنا ايه؟ ان انت جدع، وان انت شاطر، وان انت مجتهد، وان انت سعيت بنفسك. الله يخليك. واجتهدت وما استنيتش انك المعلومه موجوده عند قناه بسيوني ولا قناه مش عارف ايه. انت ساعدت وجبت كل اللي ناقص. لا بس برضو طبعا يعني الفيديوهات اللي حضرتك بتعملها، انا يعني عمري ما كنت هقدر اشوف الحياه ده، المقارنه ما بين امريكا ده الا من خلال فيديوهات حضرتك، ان اشوف لا انا عايز اجي اعيش هنا. فحقيقي يعني بيحاول، بس الطريق والاسلوب اللي انت جيت بيه هيلهم ناس كتير قوي، وانا كل اللي بعمله ان انا بطلع صوتك بس للناس دي، وان شاء الله صوتك يتسمع باذن الله، ويوصل للناس اللي بتسعى في نفس الطريق ونفس الاجتهاد. عندك كام سنه دلوقتي؟ انا 25 سنه ما شاء الله. انا جيت 30 خلي بالكم، 25 سنه ده انا كنت لسه ببتدي حياتي لما اتخرجت يعني، فلسه الحياه قدامك طويله، وان شاء الله نعمل معاك فيديو تاني بعد ما تتخرج ان شاء الله. وان شاء الله باذن الله اكون ساعتها انا مدير مشروع ونظبطه في شغلانه عندنا ان شاء الله باذن الله. هو مدام ساكن جنبي يعني. خلاص. افتكر الفيديو دوت اطول مننا قوي، فعشان ما نطولش اكتر من كده، هو شرح لكم القصه بسرعه. اللي عايز منه اي تفاصيل ان شاء الله يعني تحاول تجتهد بنفسك،
وهنحاول نسيب برضه تشات جي بي تي دلوقتي وجوجل شات جي بي تي. خش اسال واعمل يعني برضه ايه، لو انت حابب مثلا قدام في المستقبل تشرح آه، تفاصيل اكتر أكيد، عندك أكيد. على اليوتيوب أكيد. او على الانستجرام، بحيث ان الناس ما تتعبكش برضه، وان انت تدي خيوط اكتر بتفاصيل اكتر. طبعا ده لما يكون عندك وقت لا، باذن عنيا الله. شكرا، وان شاء الله يا رب نلاقي ناس حلوه زي دي كتير تقدر تفيد اكتر، ونلاقي مصريين اكتر المره الجايه. يلا اشوفكم على خير باذن الله. باي باي.